فوزي القجع يكشف تفاصيل ملاعب كأس العالم 2030. في تصريح لقناة الشرق، قام فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكشف عن تفاصيل مثيرة حول ملاعب نهائيات كأس العالم 2030، حيث أكد أن الطاقة الاستيعابية لجميع الملاعب ستكون على الأقل 55 ألف متفرج، ويعد هذا العدد الحد الأدنى المطلوب لمثل هذه البطولات الكبرى. وسيتم خضوع هذه الملاعب لعمليات ترميم وإصلاح لتكون جاهزة لاستقبال المباريات. وأشار القجع إلى أن الملعب الجديد الذي سيتم بناؤه في الدار البيضاء بمنطقة بسليمان سيكون قادرا على استيعاب أكثر من 110 ألف متفرج. هذا الملعب سيكون منافسا قويا لباقي الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2030. بالإضافة إلى ذلك، أعلن فوزي القجع أن هناك توجه لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 في الملعب الجديد بالدار البيضاء، ورغم أن هذا الأمر لم يتم تحديده بشكل نهائي إلا أنه سيمثل ختاما استثنائيا للبطولة على الأراضي المغربية. وأوضح القجع أن 6 مدن مغربية قد تم تحديدها لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، وهي الرباط وطنجة والدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس. ورغم ذلك لم يتم تحديد بعد البلد الذي سيستضيف مباراة الافتتاح أو المباراة النهائية. وأكد فوزي القجع أيضا أن المغرب سينظم العديد من الفعاليات الرياضية قبل بدء كأس العالم. بين هذه الفعاليات نجد نهائيات كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 ونهائيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات للمرة الثانية على التوالي، وكأس العالم للأندية بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريقا عام 2029. وأشار أيضا إلى أن تنظيم كأس العالم 2030 سيعود بالنفع على المغرب في مختلف القطاعات، وأوضح أن البنية التحتية ستكون استثنائية وستستفيد القطاعات الأخرى مثل الصحة والاقتصاد أيضا، وذلك نظرا لارتفاع مستوى التحفيز والتنظيم مع مرور السنوات قبل انطلاق الحدث العالمي. فما رأيكم فيما قاله فوزي القجع عن الإمكانيات التي سيتيحها المغرب لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم 2030؟ وهل المغرب قادر على استضافة المباراة النهائية للبطولة؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.